ثم إياك ثم إياك تعمل أي معاملة أونلاين اليومين دول، لأن في تغير في سعر الصرف كبير. يا جماعة أنا حذرتكم من الموضوع ده الفترة اللي فاتت. لو هتعمل أي معاملة النهاردة أو بكرة أو الأيام الجاية، لو حصل أي تغير في سعر الصرف هيفرق معاك كتير جدا. أنا أعرف ناس شخصيا عملوا معاملات في خلال اليومين اللي فاتوا، وزي ما قلت لكم قبل كده الموافقة بتتم على العملية في خلال 14 يوم، وبيتم ساعتها محاسبتك بسعر الصرف الجديد. وفعلا في ناس اتخصم منها مبلغ كبير جدا، ربنا يعوض عليهم. يعني الفترة الجاية الله أعلم السعر هيقف عند كام. عشان كده لو هتعمل أي معاملة من موقع دولي، أنا مش بتكلم على المواقع المصرية، خد بالك لأن هيبقى فيه فرق سعر كبير معاك أنت مش هتعرف تتحمله. زائد كمان العمولة 10%، الرقم هيبقى كبير جدا. إن شاء الله الفترة الجاية أتمنى إن شاء الله سعر الصرف يستقر والليميتس تتشال والخدمات زي فودافون كاش والكلام ده يرجع، لان انا عارف ان كل الناس اللي هتعلق على الفيديو ده هتسالني عليها، لكن في الحقيقه ان مفيش ولا خدمه من البطاقات الافتراضيه اونلاين رجعت. وكمان امبارح كان في بطاقات كتير جدا مش شغاله على مواقع كتير. يعني اي حد حاول يجرب، انا ما جربتش بس اعرف ناس شخصيا جربوا، كانت واقفه معاهم في مواقع عاديه جدا دوليه وما كانتش شغاله. ان شاء الله الفتره الجايه مع الاستقرار ترجع، بس زي ما بقول لك ابعد عن اي معامله شراء اليومين 3 الجايين لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه. وعلى فكره امبارح كانت في مشكله في اغلبيه حسابات وايز والناس اللي بتسحب بالجنيه المصري، هكلمكم عليها الفيديو الجاي. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. ربنا يعدي الفتره الجايه على خير. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.